اليوم ان شاء الله غادي نهضروا على جوج ديال المفاتيح اللي هما مهمين في مواجهه تكيس المبايض وداخلين في نمط الحياه الصحي المتوازن، واللي هما النشاط البدني ولا الرياضه وتقنيات اداره التوتر. كيفاش الرياضه وتقنيات اداره التوتر تساعدوك باش انك تحسني وتسيطري على الاعراض ديال تكيس المبايض؟ نبداو بالرياضه. مع تكيس المبايض الجسم ديالك تيكون تعاني من مقاومه الانسولين من فرط الاندروجينات ومن الالتهاب المزمن. هادشي راه حنا فهمناه وعرفناه، والرياضه كتقدر تكون علاج ولا دواء طبيعي لهاد الاعراض كامله. شنو كدير الرياضه؟ دابا غادي نشوفوا شنو هو التاثير ديال الرياضه. اول حاجه، الرياضه كتحسن من الحساسيه ديال الانسولين، كتقلل الجوع وكتنقص من الوزن. الرياضه كتنقص من التستوستيرون وكتعاون على النقص ديال حب الشباب وديال الشعر الزايد. الرياضه كتخفف الالتهاب وكتعزز الصحه ديال القلب، وكذلك كتحسن المزاج وكتنظم النوم وكتعطيك واحد الطاقه اللي هي ايجابيه. وزيد 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 من الفوائد اللي ما ذكرتهمش، بحيث ما يمكنناش نهضروا على الصحه الهرمونيه بلا ما نهضروا على الرياضه ولا على الراحه النفسيه. الرياضه كتعاون الجسم باش انه يحسن الحساسيه ديال الانسولين وينقص من الالتهاب. اما اداره التوتر فكتخلي الكورتيزول باش انه ينزل وتعطينا توازن في الهرمونات. دابا غادي نشوفوا مجموعين من الانواع ديال الرياضه اللي مفيده لتكيس المبايض. اول حاجه هي تمارين الكارديو، بحال المشي السريع، بحال السباحه ولا ركوب ديال الدراجات، تساعدك باش انك تحرقي السعرات الحراريه بلا ما تفرصي ولا ترهقي المفاصل ديالك. النوع الثاني ديال التمارين هو تمارين ديال القوه، بحال الغونفورسمون ولا رفع الاثقال، كتبني العضلات وكتسرع الميتابوليزم ديالك. النوع الثالث هو التدريب المتقطع العالي الكثافه ولا لي زيكزارسيس انترفال. هذا النوع من التمارين تعاون على تحسين مقاومه الانسولين وعلى تحسين التوازن الهرموني كذلك. نصيحتي ليك بداي غير شويه بشويه الا ما كنتيش مستانسه بالرياضه، وحاولي باش انك توفقي ما بين هاد الانواع ديال الرياضات كاملين. دابا غادي ندوزو لاداره التوتر ولا لا جيستيون دو ستريس. واش عرفتي بلي التوتر كيساهم تقريبا في المشاكل كامله اللي تتعاني منها بسبب تكيس المبايض؟ غنقول لك علاش. التوتر شنو تيدير؟ تيطلع الكورتيزول، تيزيد من مقاومه الانسولين، كيزيد في الوزن، تيخربق الهرمونات. وهنا خاصنا نقولوا ستوب. كيفاش غادي نديروا باش نتغلبوا على هذا التوتر؟ غتقول لي داير بينا وما يمكنناش نسيطروا عليه. غنقول لك شويه بشويه دخلي تمارين اداره التوتر في روتينك اليومي وغادي تحسي بالفرق. نبداو بتقنيه ديال التامل من 5 حتى ل 10 ديال الدقائق في النهار، كافياك باش انك تهدني راسك وتركزي على النفس ديالك. تنهضر على الوضعيات ديال اليوغا مع التنفس العميق اللي تثبتت علميا على المفعول ديالها الايجابي والفعال في اداره ديال التوتر. اما الجانب الروحي ديالها فاحنا بعد عليه كل بعد باش ما يكونش واحد سوء ديال التفاهم، لانني في مواقع التواصل الاجتماعي توصلوني تعليقات على ان اليوغا حرام، هي وثنيه، وهادشي كايد. ولكن حنا ما تنهضروش على اليوغا من الناحيه الدينيه، انا كنهضر على تمارين وعلى وضعيات ديال اليوغا اللي مع التنفس العميق تعطيني واحد النتائج فعاله في اداره ديال التوتر. تمارين التنفس العميق ساهلين ويمكن لك ديريهم في اي بلاصه. يمكن لك تجربي تقنيه ديال التنفس العميق 4 4 4 4 4 ديال الثواني شهيق، 4 ديال الثواني كتوقفي النفس، 4 ديال الثواني زفير، و4 ديال الثواني كتعاود توقفي النفس. يمكن لك ديريها 3 حتى ل 4 ديال النوبات في النهار منين تحسي براسك مزيره وما مزياناش. هاد الطرق بثلاثه تيخدموا بحال واحد البوطون ديال اعاده الضبط ديال الجسم ولا لو ريديماراج. يمكن لك ديرهم في اي وقت في النهار وغادي تحسي باذن الله بالفرق. منين تتجمعي الرياضه مع تقنيات اداره التوتر المعجزه كتوقع. كيفاش؟ شنو اللي تيوقع في الجسم ديالك؟ كتزيد حساسيه الانسولين، كتنقص مقاومه الهرمونات، كتنقص الالتهاب، وكيتحسن المزاج والنعاس. الدراسات بينت على ان العيالات اللي داروهم بجوج وداوموا عليهم الاباضه ديالهم تحسنت ب 50%. النصيحه اللي غنعطيك ديري خطه روتين يومي ما بين حركه، تامل، يوغا وتقنيات التنفس العميق. بهذا الشيء باذن الله غادي تخلي الجسم ديالك باش انه يوجد راسو للتشافي. النشاط البدني، اداره التوتر والتغذيه المتوازنه هم اساس التغيير الحقيقي في تكيس المبايض. بداي بخطوات صغيره، داومي عليها وثقي بان الجسم ديالك ان شاء الله غادي يتجاوب. تابعني للمزيد مع دوك منى.